في أمسية فيها المنتخب التونسي يفرض التعادل على نظيره البرازيلي نصر قرطاج والسيليساو، والحماسة وشنو قال أنشيلوتي والصحف الإسبانية والبرازيلية تحديدا من اسبيان العالمية وغيرها. قبلها نحكيو على تفاصيل المواجهة المثيرة على ملعب بيير مغوا بمدينة ليل الفرنسية قدام الجالية التونسية العزيزة، واللي أبدعت واللي أحسنت التصفيق وكذلك التشجيع ورفع الراية التونسية، وراية كبيرة فيها العزة وفيها المجد وفيها الثبات. الهدف الأول وتفاصيله في الشوط الأول بإمضاء حازم المستوري على إثر تمريرة أسيستية جميلة من علي العبدي في آخر الشوط الأول، ومن ركلة جزاء مثيرة للجدل جناح تشيلسي الإنجليزي في البريمير ليج بإمضاء استيفاو يمضي على التعادل. البرازيل لم يقدر على تسديد الهدف الثاني بعد إهدار لوكاس باكيتا ركلة الجزاء الثانية في مجريات اللقاء وفي تحديدا الشوط الثاني. أنشيلوتي كشف مدرب البرازيل إنه مواجهة تونس كانت مختلفة عن المواجهة اللي خاضها لاعبوه قدام السنغال، على الرغم من أن المنتخبين ينتميان إلى المدرسة البرازيلية على حسب تصريحه. وقال المدرب الإيطالي: تونس تملك فريقا مميز، من أبرز خصاله اللعب المنظم، عدم اللجوء للعب المباشر، هذه إحدى نقاط الاختلاف مقارنة بالمنتخب السنغالي. لاعبو تونس أكثر تنظيم على الرغم من أنه ملاعبية السنغال كانوا أفضل بدنيا. أضاف أنشيلوتي: تونس تختلف عن أي فريق إفريقي ربما في التحول السريع ما بين الدفاع والهجوم، وهي أكثر تحكم في الكرة، ولكن في كل الأحوال فهم يملكون فريقا جيدا يتمتع بتنظيم مميز. وتوازيا ماركينيوس لموقع سبورتيفي يأكد أن مواجهة تونس كانت واحدة من أفضل التجارب قبل كأس العالم، وأكد كرة القدم العالمية تتطور برشا، وهذا يجعلنا نتطور. من الجيد اختبار اللاعبين والانضباط، والمهم كذلك سنواجه في كأس العالم المنتخبات القوية، علينا مواجهة جميع المدارس الممكنة. كما أضاف: للأسف ما تمكناش من إنهاء العام بالفوز، لكن كانت هناك أمور إيجابية عديدة، والمواجهة كانت قوية وبدنية ونجحنا في خلق الفرص. وترى أليشيا كلاين الصحفية والمحلل الرياضية البرازيلية توازيا أن التعادل مع المنتخب التونسي يثبت أنه منتخب السيليساو ما زال في المرتبة الثانية لكرة القدم العالمية، ومشيدة بالأداء البطولي لدفاعات نصور قرطاج طوال اللقاء. نختم مع الإسبيان اللي أكدت أن المنتخب البرازيلي على عكس مقابلته مع السنغال واجه صعوبة كبيرة مع نصور قرطاج في خلق الفرص الحقيقية، كما ترك بعض المساحات في الدفاع رغم المحاولات لتعويض التأخر المبكر. اصطدم دائما بالدفاع التونسي المحنك المنظم ما شاء الله والقوي. بالطبيعة نذكروا أنه المنتخب التونسي يستعد للمشاركة في كأس العرب قطر 2025 بداية من الأول من ديسمبر القادم إن شاء الله، قبل خوض نهائيات الأمم الإفريقية في المغرب ما بين 21 ديسمبر و 18 جانفي القادمين إن شاء الله.